السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يعني خلاص رمضان بقيله اسبوعين ثلاثة. كل سنة وانتم طيبين، واستحالة ندخل بقى رمضان والطاسات بتاعتنا شكلها كده. بصوا، عايزة اقول لكم يعني منظر لا يوصف. بس طبعا دي الطاسات بتاعت القلي، تمام. سمك بقى وبطاطس وبانيه والحاجات اللي زي دي، فلازم بيبقى شكلها كلنا عندنا الطاسات دي. تمام. والشفاط بقى، وبصوا الشفاط وصل لمرحلة فظيعة. المهم بصوا، كمان بوريكم بقيه الطاسات. بقول لكم ان دي كمان في الحته الشمال دي بحبها قوي، بتاعت حماتي الله يرحمها، ودايما شغاله فيها. المهم قلت بقى ايه؟ قلت مفيش غير منتجات لاستر هي اللي هتنقذني. اول منتج اللي هو اللاستر ده بتاع الحوامل بقى والبوتاجاز والعيون. بصي، لو انت عايزه تريحي دماغك هتشتري المنتج ده، فظيع يا بنات. تاني حاجه بقى لاستر برضو ده بتاع الحمامات بقى، الارضيات بقى والغمامات بتاعه الصابون والشامبو والخلاطات وكل حاجه والبلاعه، كل حاجه انت تتخيليها هتنفع معاكي. المنتج ده بقى بتاع ايه؟ بتاع المطابخ، الالموتيل، الخشب، برضو بنلمع بيه الحلل، الحاجات اللي زي دي. بصي بتلمع ده بقى. بصوا الشخبطه اللي على الحيطان، الصدى. بصوا حاجات كتير قوي قوي ليها استخدام ده، وهشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. تابعي في الفيديو. ده بقى الشامبو والمزيل البقع بتوع السجاد والستاير والركنه بقى والانتريه والحاجات اللي زي دي. هنبدا بس الاول بصوا، ابتديت ان انا افضي الرخامات بقى عشان اشتغل براحتي. اللي وصل لحد المقطع ده من الفيديو ما ينساش يحط لايك للفيديو، علشان الفيديو ده هتستفادوا منه قوي قوي. تمام. اول حاجه بصوا، هنمشي خطوه خطوه. اول منتج ده بتاع لاستر بتاع البوتاجاز، اللي هو مرسوم عليه البوتاجازات والحوامل وكده، ده شديد جدا جدا. لازم تلبسي جلافز في ايديكي، ولو كمان انتي من الناس اللي عندها جيوب انفيه وحساسيه لازم تلبسي كمامه. لازم. تمام. ده اول بند. اللهم ايه، اللهم بلغت اللهم فاشهد. هتلبسي الجرافز بتاعتك، هتلبسي كيسه في ايدك، هتلبسي اي حاجه، المهم تحمي ايدك لانه شديد جدا جدا على الجلد. الشفاطات اللي تبقى مليانه دهون زي اللي انت شايفاها كده وقاعده بقالها فتره كبيره، انا بس سبتها علشان ما تقولوش الحاجه بتبقى نظيفه وبتنضفها تاني. تمام. بصوا وصل مرحله الدهون. بصوا فظيعه زي ما انتم شايفين، شارح نفسه. هترشي عليه من المنتج بتاع البوتاجازات ده اللي هو لاستر قاهر الدهون ده مباشره دايركت على الشفاط. انما لو الدهون خفيفه زي ما انتوا هتشوفوا في الشفاط بتاع الحمام بتاع اخر الفيديو، هنخففه بقى وهقول لكم ازاي. تمام. المنتج بتاع اللاستر بتاع قهر الدهون ده هترشيه على الحوامل بتاع البوتاجاز، الحوامل دايركت، والحيطان اللي هي بتبقى حوالين البوتاجاز. تمام. ده دايركت. الباقي ما باقي بقى هنخففه وهنشوف هنعمل ايه. تابعوا يا بنات معايا خطوة بخطوة. أول حاجة هبدأ بيها الطاسات. تمام. اللي هي بصوا متدمرة كده، القعر بتاعها زي ما انتم شايفين عنده فيها طبقة دهون عالية، تمام، كثيفة يعني. اول حاجه هتشغلي البوتاجاز وهتقلبي الطاسه زي ما انت شايفه كده على وشها. تمام. انا عايزه يعني قعر الطاسه ده يسخن كويس جدا. تمام. طبعا الحركه دي ما تتسابش على البوتاجاز كتير، يعني فاهمين، عشان يعني برضو فيها خطر. انت بس تسخنيها. تمام. وبعدين تطفي عليها النار اهو. تتاكدي اول حاجه ان هي سخنت كويس، وما تنسيش تلبسي الجوانتات بتاعتك. عماله اكد لانه فعلا المنتجات بتاعت لاستر دي يا بنات بصوا فظيعة قوية جدا جدا، وما بتسيبش يعني لو جت على ايدك لازم بتسيب اثر. تمام. هنا كنت بتأكد ان الطاسات سخنت كويس جدا، دي اهم حاجة. خلوا بالكم في طريقتين، الطريقة الاولى هعملها معاكم، الطريقة التانية برضو هعملها معاكم. بصوا اهو. هنا كده الطاسة سخنت جدا. هتجيبي بقى لاستر وتروحي ايه بقى ترشي عليها مباشرة زي ما انتي شايفة كده. عايزة الطاسة تطلع دخان. بصوا الدخنة اللي طلعت دي، انا عايزة الطاسة توصل للمرحلة دي من السخونية اهو. ترشي كده كويس وتسيبيها تركنيها على جنب، مش كتير، ما تسيبيش الحاجة تتركن كتير لحد ما تبرد. تمام. اهو الطاسة التانية هترشي برضو، عايزاها توصل. بصوا مجرد ما بترشي عليها يعني بسم الله ما شاء الله، لا سحر ولا شعوذة، الدهون بتتفتت لوحدها. بس عايزه اقول لكم على حاجه علشان ما يبقاش فيه شو في الحكايه. هي بتحتاج ان انت تدعكي بالسلكه، بتحتاج مجهود شويه، بس طبعا مش زي ما يكون انت مش مستخدمه اي منتجات ولا اي حاجات يعني مذيبه للدهون. تمام. طبعا بيبقى في فرق بين يعني الحركتين. تمام.
انا هنا كنت بغسل شويه في الطاسه دي وشويه في الطاسه دي، انا كل الحكايه ان انا مش عايزاها ان هي تبرد مني. تمام. هتحتاجي ان انت تدعكي فيها بالسلكه، طبعا هتحتاجي. تمام. وممكن كمان علشان تسهلي على نفسك تدعكي بالسلكه اللي هي الخشنه دي، اللي ستانلس، عارفينها طبعا. تمام. هتحتاجي ان انت تكحتي شويه بالسكينه، هتحتاجي. انا بقول لك كل حاجه بمصداقيه، علشان بس مفيش حاجه اللي هي هتحطيها فانوس سحري يعني هتطلع لك الدهون من غير اي حاجه. تمام. في الطريقه التانية للدهون الخفيفه شويه، لو انت الطاسات بتاعتك انضف من بتاعتي شويه. تمام. هتجيبي ميه سخنه، لتر ميه سخنه على غطيين من اللي انا بقولك عليها دي، اللي هي بتاعه تنظيف الالمونيتال والمطبخ والمنتج التاني. تمام. نحط غطيين منه، وهتحطي بقى لتر ميه سخنه. خلي بالك منتجات لاستر بتتفاعل مع السخونه، لازم تسخن الحاجه. تمام. طبعا ايه، تبقي لابسه كمامه علشان بس الناس اللي عندها حساسيه وجيوب انفيه، الدخان اللي بيطلع ده والبخار اللي بيطلع ده هيتعب لها صدرها. تمام. بس بقى تلبسي بقى الجوانتات بتاعتك، عماله اكد اهو. وبعدين بتغطسي الطاسه بتاعتك في الميه السخنه دي. هو لتر واحد يا بنات مش اكتر، هو لتر واحد من الميه على 2 غطا من اللي هو القهر الدوني التاني بتاع المطبخ وتلميع الاواني. تمام. تمام. اهو انا بسيبها كده شويه لحد ما تسخن الطاسه دي اهو. بصوا تيجي بقى انت تمسكي السكينه هتقشري كده، هتلاقي كل الدهون، بصوا يعني طلعت حته واحده. تمام. اهو حسيتي الطاسه بردت شويه، بترجعيها الميه السخنه تاني. ويا ريت تعملي زي ما انا بعمل كده بالتبادل، تحطي طاسه وتبقي ماسكه حاجه، فاهمين؟ علشان بس متلحقش ان هي تبرد منك اهو. بس هي بتطلع بقى بمنتهى السهوله. انت بقى هتقشطي الدهون دي او الطبقه دي، وبعدين بترجعي تدعكيها بالسلكه. عايزه اقول لكم بقى هنا فاصل، علشان جزء كبير من الفيديو للاسف انا كنت عامله ان انا مشغله الكاميرا، وانا طبعا ان انا ما شغلتش الكاميرا اصلا. ف يعني متاسفه. انا هنا دعكت بقى بالسلكه لحد ما كل الدهون طلعت. بصوا بقى شكلها ايه، شفتوها كده كمان من شويه كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. خدت طبعا مني مجهود يعني، بس بقى مش كتير، بس بصراحة يعني بالنسبة لي النتيجة مرضية لدرجة 80%. تمام. طبعا الطاسة زي ما انتوا شايفين كده نضفت بالنسبة لي، لو فيها حاجات بسيطة كده خلاص انا كنت تعبت اصلا. فانا بقول لكم هنا ان النتيجة بالنسبة لي مرضية تماما يعني عن شكلها في الاول زي ما انتوا شفتوها كده. تمام. دعكت بالسلكه وبصابون المواعين فقط لا غير. بصوا انا بقول لكم بصوا بتلمع ازاي. الطاسات دي كانت متبهدله عندي، بقول لكم انا استخدمت السكينه في بعض الحالات اهو. خلوا بالكم الطبقه السوداء دي طبقه تيفال اصلا، فطبعا انا مش محتاجه ان انا اقشرها. هي اساسا اتقشرت اللي جواها والقعر بتاعها، فمش محتاجه ان انا اقشر الباقي. بس انا بالنسبه لي نطفت من جوه ومن تحت كويس جدا. هنا كنت بوريكم اغلب المواعين الالمونيا والستانلس. بصوا بتلمع. انا عندي الطاسه دي كانت فظيعه يا بنات، فظيعه. تمام. اي حاجه المونيا بقيت ان انا اعمل فيها شويه. ودي الحلل الالمونيا بتاعت حماتي الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمه والمغفره. تمام. فايه اي حاجه تيجي قدامي بقى استانلس او المونيا بعمل يعني ايه بدعكها واديها كده وش نظافه. طبعا مش كلهم، انا بس كنت تعبت لحد هنا وكل شويه بعمل كام حاجه مع بعض. تمام. انا بس بوصل لكم الفكره عامله ازاي. هنا بقى لو انت عايزه بقى منتج يعني خفيف من لاستر. تمام. بتجيبي بخاخه فاضيه، دي لاستر برضو بس دي كانت فضيت عندي، كنت مشتريها من مده وكده، ومش برمي البخاخات عموما، بحتفظ بيها علشان بتنفعني. هحط غطا من لاستر بتاع المطبخ الالمونتال وكده. تمام. هو مرسوم عليه مطبخ ألمونيتال وبيقولك جميع الأغراض. وبحطها في البخاخة، وبملي نص المية بس مش كل البخاخة. تمام. بس وبرجها كويس. دي تقدري تستعمليها في تلميع أي حاجة تيجي في بالك، تلاجات، رخامات، المطبخ نفسه، بتلمعي تلميع يومي. بصي هتبهرك باللمعان اللي بيحصل بعد ما بتستخدميها. هنا بقى الشفاطات دي بتاعت الحمام. تمام.
دي بيبقى فيها تراب وطينة بس فيها دهون، يعني فاهمين طبعا الدهون بتاعت البخار بتاعت الشامبو بتاعت الشاور والحاجات اللي زي دي، فهي مش تراب بس، هي كمان دهون. برش عليها من اللاستر المخفف ده اللي انا عملته في البخاخة، تمام، وبسيبها 10 دقايق 5 دقايق مش اكتر، وبتدعكيها تحت المية، هتلاقي الشفاط بقى فل شمعة منورة زي ما انت شايفة كده، مش هياخد معاكي اي مجهود. تمام. الشفاط برضو اللي اتعمل كان في الجزء اللي اتمسح من الفيديو او اللي انا ما صورتوش اصلا من الفيديو، انا يا دوب بسلكايه وصابون سائل المواعين، تمام، ده بتغسليها كده كان كل حاجه نزلت، الدهون اصلا مش هتديكي فرصه ان انت تدعكي حاجه. تمام. ده الشفاط اللي انت شفتوه في الاول بتاع بتاع المطبخ. تمام. ده بقى بتاع الحمام اهو، منتهى السهوله، نضيف معايا باللاستر المخفف، زي ما قلت لك ممكن ترش بيه في الاحواض، ممكن ترش بيه على الخلاطات، اي حاجه تيجي في بالك عايزه تلمعيها. عارفه انت لو الاجهزه المنزليه مثلا الخلاطات الهاند بلندر الكبه، الحاجات اللي بتبقى ايه فيها بقع كتير كده ودهون، دي ترش عليها وتمسحيها بفوطه نظيفه ناشفه هتلاقيها زي الفل. ده الشفاط التاني بصوا، يعني هو طينة وتراب بدهون، هي طبقة دهون خفيفة، فمش هتحتاج لا دعك ولا تحتاج حاجة مركزة. الشفاط ده كان الناحية التانية فيه دهون شديدة شوية، فاضطريت ان انا البس الجوانتي وارش عليه من لاستر المركز بتاع البوتاجاز. فاهمين الفكرة ازاي؟ لو حاجة خفيفة بتخففيها، انما لو حاجة تقيلة بترش عليها دايركت. يا ريت تكون الفكرة وصلتكم يعني يا بنات. تمام. لاستر بتاع قاهر الدهون ده هتلاقوه في محل اللي هو المخصص ليه بتاع لاستر هنا. الناس اللي من منفلوط هتلاقيه عند استاذه احلام، ده المحل بتاع لاستر اصلا في الشارع اللي هو ورا السنترال القديم، تمام، عند الدكتور علي عبد الفضيل، يا رب اكون بقول العنوان صح. لاستر قاهر الدهون بتاع البوتاجازات وصل 90 جنيه، كان من 3 شهور كان بحاجة و70 أو بحاجة و60 مش متذكرة، دلوقتي وصل 90 جنيه. تمام. وكلهم في رينج الأسعار دي، يعني 90 و100 و110، اللي هو الشامبو بتاع السجاد والركنة والستاير ده ب110 العبوتين حاجة زي كده. تمام. ف يعني اعملي زي كده. انا اصلا كنت بحوش يعني من مصروف البيت، لانه خلاص انا ببقى عامله ليميت ان هو قربنا رمضان، فبنزل اشتري المنظفات دي حاجه اساسيه. تمام. بتساعدني طبعا ما اقدرش انكر. بس يا بنات اهو، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم انا هغسل. انا عندي ستاره من الستاير عايزه اقول لكم يعني بقع شديده جدا، عايزه اغسلها قدامكم، وان شاء الله هوريكم ازاي بغسل الركنه برضو الانتريه او الركنه. هي عندي الصالون نظيف، هي الركنه بصراحه كلها برضو بقع وكده، فانا هجرب المره دي، يعني اول مره هجرب منتجات لاستر للمفروشات. تمام. انا استخدمت بتاع الدهون ده قبل كده، لكن للمفروشات لسه بصراحه. تمام. وهقول لكم الطريقه بالظبط اللي انا هعمل بيها، علشان لو انت حبيتي تشتريها. كمان بتستخدمي لاستر ده لو انت عايزه تغسلي الحاجه بتاعتك اللي هو السجاد خصوصا او الستاير على الناشف، او هتغسليها بميه كتير. هقولك برضو الطريقه دي والطريقه دي، وان شاء الله هيبقى فيديو مفيد جدا. الفيديو اللي فات اللي جاي ان شاء الله، مش اللي فات الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بصوا يا بنات اهو، شطفت يا دوب بالميه، يا دوب حاجه بسيطه بتدعكي بيها. انا الليفه دي خلاص كنت هرميها، فقلت ان انا استخدمها بقى بالمره. اخر حاجه بقى بصوا، بترشي من المنتج ده المخفف بتاع لاستر زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، هتدعكي الحوض الاستانلس هتدعي لي. بصي لمعان فظيع، لمعان فظيع. الخلاطات اي حاجه تيجي في وشك ممكن تلمعي بيها هتلمعي بيها. ابهرني بجد في المطبخ الالموتيل بتاعي. انا اصلا مش المونيتيل، انا مطبخي اكليريك، ففي لمعه كده غريبه لما بتنطفي بحس ان انا متضايقه. استخدمت كل حاجه ما كانتش بتنفع معايا بصراحه. اللاستر المخفف ده اللي انا خففت بيه في البخاخه دي بصراحه ابهرني، بصراحه عجبني جدا جدا. يعني اداني برضو نتيجه مرضيه، هي مش 100% بس اداني نتيجه مرضيه. من ساعه ما اتجوزت انا ما شفتش حاجه نظفت لي وادتني اللمعه في مطبخي زي اللي انا عملته ده، زي استخدمته ده اللي هو لاستر المخفف. هنا بقى انا خلصت. بحب اغسل كل حاجه من بره. تمام. اوعي تسيبي كل حاجه كده بتبقى فيها مكان ما انتي مثلا فضيتي شويه هنا وشويه هنا، او بخيتي ورشيتي وكذا،
بتبقى الحاجات من بره بتبقى يعني ايه، وده غلط حتى لو في اولاد او كده ومسكوها من بره فده غلط. طبعا انتي تحطيها في مكان، بصي الجن الازرق ما يعرفوش، الحاجات دي مركزة جدا، الحاجات دي خطر جدا جدا، الحاجات دي ما فيهاش لعب ولا هزار. هنا بقى بنشفهم وبتأكد كويس جدا ان انتي قفلتي السبراي بتاعها تمام، برضو تحسبا لأي خطورة ولأي حاجة. وإن شاء الله ربنا يستر على أولادنا جميعا. إن شاء الله استنوني الفيديو اللي جاي يا بنات، هيبقى حلو قوي. باي باي.